با كبيره ان شاء الله على الاقل تحقيق الانتصار ونظهروا بوجه مشرف. وقبلها زاد عندنا استعدادات لسواء كاس العرب والا كوب دافريك اللي زوز مسابقات هذم على الابواب. باش نرجعوا بالتفاصيل للليستات الكامله. دونك نبداو بالمنتخب الاول سي شكري والتسميه ساعه المنتخب الاول ليكيب ا وليكيب ا بريم اللي باش تكون نجم نقولوا لاول مره موجوده التسميه هذه وزوز منتخبات باش يكملوا بعضهم تقريبا. صحيح. اولا حظ سعيد للفريق القومي التونسي في التصفيات وزوز مقابلات هذوما. اولا التسميه ما تهمنيش ياسر قد ما يهمني الاجواء اللي موجوده في الجامعه وفي الاداره الفنيه. مش من لا شيء. فما خدمه قاعده تصير وفما تفاهم كبير بين الستاف سواء في ليكيب ا ولا لا بريم ولا مع المدير الرياضي والمساعد نتاعو والفيدراسيون كامله. انا حابين او موان يكونوا فريق اولا كما قلت انت الاداء والنتيجه سي با فاسيل مع بعضهم الاثنين. معناها اي فريق في العالم راهو اداء ونتيجه يلزم معناها التواصل في التشكيله، التواصل في الاطار الفني، التفاهم، ما فماش تبدا الفاستير نظيفه، يبدا الاجواء معناها البروغراماسيون، الاهداف بالضبط ونحب نوصلوا بالاليات وسيرتو بالجورات. انا ملاعبيه اللي يلزم يكون موجود من حراسه المرمى حتى الاخر جوار موجود. قداش من حارس مرمى قداش مدافعين وسط ميدان وزاتاكون اكسيتيرا. كان كفكره مانيش ضد جو سوي بور، خاصة يلزم فما تفاهم كبير بين الستاف كيما في الليكيب ا بين سامي طرابلسي والستاف نتاعو كيما عبد الحي بن سلطان وبلبولي والستاف الكل مع بعضهم كي يبداو متفاهمين وقاعدين مع بعضهم يحبوا يوصلوا لمصلحة كرة القدم التونسية. ما نحبوش او المدرب نتاع الفريق القومي هو باش يشرف، لا فما تفاهم كبير لا باش نخرجوا وما بين الكوب اراب والكوب دافريك مجموعه فريق قومي تونسي باش يوري وجه طيب ويمثل كرة القدم التونسيه في الكوب اراب وكوب دافريك. انا احسن تمثيل. كيفيه استدعاء الملاعبيه ديما هذه حاجه تخص الستاف وهم مسؤولين ويعرفوا كل كبيره وصغير خاطر تعداوا بتجارب كبيره تعداوا بتجارب. قلنا قداش بامال دي زيسيونس معناها ما كناش في المستوى المطلوب لازم يكون موجود فيه فريق القومي التونسي. توا معناها ربما الاجواء طيبه وكل حد ياخذ حقه. وشفنا حتى بعض الملاعبيه دوبل ناسيوناليتي يرغبوا. فما فرق بين تلزوا باش يجيب بين يرغب ويلوج وحتى ديكلاراسيون نقول لك كان قلبي مع تونس سي با فاسيل. واضح. به نبداو تقريبا المشاركه تجاوزناها تقريبا. عندنا الاكسبيريونس الكافيه سواء في الكوب دافريك ولا حتى في كاس العرب الاخرانيه اللي وصلنا فينال. توا عندنا الخبره على الاقل نمشيو لبعيد في المسابقات هذا. نبداو بالمنتخب الوطني الاول اللي هو الفيترينا. المنتخب الاول اللي عنده زوز مقابلات ضد كل من ليبيريا وغينيا الاستوائيه كما قلت 4 و8 سبتمبر. ماتش في رادس وماتش باش يكون في مالابو في غينيا الاستوائيه. الليسته تعرف تواجد اسماعيل الغربي لاول مره مع المنتخب الوطني التونسي. لعب براغا اللي لعب في البي اس جي واللي ملاعبي هذا اللي 5 سنين نتبعوا فيه باش يجي للمنتخب واخيرا بقميص المنتخب الوطني التونسي. في المقابل غياب الياس السخيري بسبب الاصابه، غياب ايضا انيس بن سليمان والياس سعد او اللاعب بالطبيعه اللي نحكيو عليه اللاعب الثالث بعض الغيابات. دونك نعطي تشكيله او الليسته كامله فيها 26 ملاعب. 3 حراس مرمى اللي هما ايمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرحاتي. 9 مدافعين: منتصر الطالبي، علاء غرام، ديلان برون، ياسين مرياح، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، مرتضى بن وناس، محمد امين بن حميده. 7 متوسطي ميدان: فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، حنبع المجبري، محمد علي بن رمضان، محمد الحاج محمود، فراس بالعربي، واسماعيل الغربي. و7 مهاجمين: الياس العاشوري، عمر العيوني، نعيم سليتي، حازم المسطوري، فراس شواط، الياس سعد، وسيباستيان تونيكتي. شنو رايك في الليسته هذه؟ والله راهي كل ليسته احنا 11 و 12 مليون كل حد عنده ليسته، لكن نتجاوزوا الحاجه دي خاطر من خصوصيات الاطار الفني والاداره الفنيه والجامعه باش تستدعي اللي يكون فقط سيف الطيف اللاعب الثالث اللي ربما غايب بن سليمان السخيري وسيف الله الطيف ضمن الثلاثي اللي نجم نقولوا يغيبوا على الليسته. اولا باش نقول رحنا ما عندناش دي جران جوور كما تقول صلاح كما تقول جوارات اخرين محرز ولا غيره ورحنا باش نعملوا عليهم باش نقول راهم دي جران جوور وما جاوش المضروبين. شفت انت تقول اسماعيل الغربي صافي 5 ans
كيما قعدنا نستناو في حنا باعل ومره يستدعوه ومره ما يستدعوش مره. وشفت انا كي نستدعي جوار نعرف الكاليتي نتاعو ونعرف البوست كلي والبوست اللي يعطي فيها 100%. حنا باعل ساعه ريجيسور ساعه ديمي دروا ساعه ديمي جوش، معناها لازمك تستغل الجوار في البوست نتاعو اللي يعطيك فيها البلوس اللي ما تكون فيها وصحيح ولا كيب سينيور وكبر ما عادش باش بوليفالون في دي تونز ان تون في الماتش ولكن يعطي الافيكاسيتي. الياس الغربي بس اسماعيل الغربي فقط باش يعطي البلوس. والله شفت ربما ما تبعناش احنا كيما الاطار الفني ولا كيما الاداره الفنيه زياد الجزيري وشمام اللي تبعوه بالباهي وخمس سنين مادام عنده الكاليتي موجود كان توظيفها في صلب الفريق القومي التونسي متفاهم مع الملاعبيه مو سهل. ينجموا يسهلوا له الماموريه. شفت زياد الجزيري معناها تقريب في الخفاء يخدم يمشي من البلاد لبلاد كله ديكلاراسيون سي بيان حاجه واللي يخدم في الظل يوصل. انا من غير ديكلاراسيون ويعرف تقريبا اجواء المنتخب ويعرف عاش حتى في 2004 مع بعض الجوارات اللي كانوا دوم ناسيوناليتي وجا ويعرف التاقلم تاعهم. انا الفاسيليت لي تاش نتاع اي جوار جاي موجود كان عنده امكانيات ان شاء الله ينجم يوظفها كما قلنا كما حنا بعد كما هو يعطي البلوس وتأقلم سيرتو تأقلم والتفاهم. وراهو كي نقول راهو باش تستدعى 23 و 20 جوار كي كل حد ياخذ حقه كل حد في البوست نتاعو. انا جو سوي كونت مثلا مره واحده اليمين مره واحده اليسار بدل واستراتيجي دو جو باش تلعب شنو 4 2 3 1 4 4 2 انت واللي بوست وشنو الاستراتيجي وشنو الافكتيف اللي عندك باش تحاول توصل ب في الكوب اراب وكوب معناها ما عادش ياسر. انا نحاول ديما الليسته تكون بلوز موان 2 3 جوار مش تبدل 5 10 بدل قرب الموعد ويلزم التوماتيزم. 18 ديسمبر وبعدها بثلاث ايام تبدا كوب دافريك. معناها حتى باش تبدا من تو لازم كل بريسك موجودين بوست بار بوست. ربما رايي الخاص ويخصني كناني ما نظنش مرتضى بن وناس حطوا في كوم ديفونسور. شوف وين يلعب في تركيا وين نستدعوه كوم ديفونسور على جوش. انا راهو البوست نتاعو ابقى يلعب في بوست معين وكي نجيبه في بوست اخر. هذه الاشكاليه الثانيه اللي ربما لا دروا لا نعرفوا يكون يعطي 100% هو ديك الشيء مالوريزمون من غير ايكيب. لكن الفيدراسيون با مال دو فوا عاونت بعض الجولات اللي كانوا ما عندهمش ايكيب وعاونتهم باش يمشوا ليكيب اخرى وهو سيرتو كاليتي. تعرف معناها ظهير ايمن سي با فاسيل معناها كيبدا عندك دو لاتيرو معناها دو كاليتي وتعدى بمرحله تنجم تعاونوا ويمشي ليكيب اخرى ربما ما عندوش زهر نقول اني مع لاجون تاعو كل مره يمشي للفريق لكن عنده لي بلان كاليتي انسان سيريو انسان خدام. مالوريزمون نحاولوا نقولوا عنها حل ما باش يكور خاطر لحد الان مع كل احتراماتي لاي دروا في تونس بيشد البوست هذايا بعيد ياسر من النيفو نتاع وجدي كشري. ربما زاد يقولوا لك نعطي فرصه لبعض الشبان بعض الصاعدين في البوست هذا ينجموا يبرزوا يكونوا وجدي كشري ده جديد واللي ما ينجموا لا مش ما نوقفوش على الجوار لكن نعرف الكاليتي في العمر كيما هذايا راهو نعرفوا الكاليتي نتاع وجدي كشري كيبدا فورماتي معناها سي بلون فونسيف الكاليتي سونتر الرؤيه نتاعو في الجروب معناها كل شيء يعرفوه. معناها ما قلت في كاك من هكا ربما فهم انا انترناسيونال تونسي وشارك في المقابلات وشفت اضافه وربما حتى بعض الجوار اللي شدوا البوستر هذاك ما عطاوش 100% مش ضد ولا ننقد لا بالعكس ماذا بيا واحد خير من وجه كرشيد يعني انا باش نعطي البلوس ما كان نقولوا حل. فمش اسامي اخرى تراها ناقصه على مستوى المنتخب الاول قبل ما نمشيو للمنتخب ابريم اللي هو المنتخب الثاني. ما فماش اسم في تونس يستاهل 100% وما مشاش. هي تقريبا حتى الابريم ولا المنتخب الثاني عطاه شويه ليكيليبر حتى اللي ما نلقاوش في المنتخب الاول نلقاه في المنتخب اللي هو المنتخب الرديف ولا المنتخب الثاني. نعطيك الليسته زاده باش تكون عندك فكره كامله على الملاعبين اللي عيطوا حتى في المنتخب الثاني. المنتخب الثاني باش يكون بقياده عبد الحي بن سلطان وايمن البلبولي لكن حتى في الكوبارا باش يكون كل شيء تحت اشراف سامي الطرابلسي. طبعا نرجعوا لكل التفاصيل. زوز مقابلات دوليه وديه بالنسبه للمنتخب الثاني ضد مصر يومي 6 و9 سبتمبر المقبل. الليسته عرفت دعوه كل من ايمن الحرزي احمد ولاد باهي اللي ربما كان جات باش تصير دعوه المنتخب اكابر فقط ربما ما نشوفوش الثنائي هذا بصراحه.
كيف عوده غيلان الشعلاني بعد تألقه مع اهلي طرابلس. ليستا فيها 25 لاعب، 3 حراس مرمى: عبد السلام الحلاوي، صبري بن حسن، وانيس الخرداني او انس الخرداني الحارس السابق للنجم الساحلي اللي خوض تجربه حاليا في الدوري القطري. 8 مدافعين: محمد دراجر، غيث الزعلوني، حمزه بن عبده، مروان الصحراوي، محمد النصراوي، رائد الشيخاوي، انيس دوبال، امين الشيرني. 7 في وسط الميدان: غيلان الشعلاني، معتز الزمزمي، زين شطاي، شهاب الجبالي، لؤي تراي، معز الحاج علي، ايمن الحرزي. والمهاجمين: خليل العياري، اشرف الجبري، انس الحاج محمد، فارس بوسنينه، نسيم الدنداني، احمد ولاد باهيه، ويوسف سنان. الليسته هذه كيفاش تراها؟ متوازنه صراحه، وفرصه مش نقول فرصه، ديما يحز في نفسك كي نلقى ما نلقاش عدد كبير ياسر في الليكيب من البطوله الوطنيه، لكن هذاك المستوى نتاعنا، هذاك شنو نستاهلوا. معناها احنا ما نخدموش، ماش قاعدين نقدموا في كره قدم باهي، ما عندناش دي جران جوور كي يلزموا يكون تيتولار في ليكيب. الفورماسيون هذه الكل واخذين بعين الاعتبار. تشوف معناها ما فماش تقول مدير فني نتاع جامعه ولا ممرر نتاع ما نقولوش ممرر، ما نقولوا الناخب الوطني يلقى جوار ما يهزوش معاه. باهي انت مادام حكيت على النقطه هذه، هو نسمعوا الاجابه نفس السؤال اللي طرحه مراسلنا رضا الخليفي على سامي الطرابلسي. نسمعوا الاوبجيكتيف شنو باش يكون في اول تظاهر اللي هي كاس العرب من 1 ل 18 ديسمبر، وايضا على الغياب نتاع الملاعبيه البطوله الاكثريه توجه يمشي للملاعبيه المحترفين خارج حدود الوطن. الهدف هو احنا كنا فيس شامبيون في الدوره اللي فاتت، ان شاء الله ربي يكرمنا وان شاء الله معناتها نحققوا البطوله هذه. كنت لاحظنا في القائمه، خاصه القائمه الاولانيه، الاعتماد بكثافه كبيره على اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا في خارج حدود الوطن. فهل هذا يعني ان البطوله المحليه ما فيهاش ملاعبيه ولا ما عادش تستقطب اهتمام؟ السؤال الثاني، قلت انت باش تكون على راس الاطار الفني في كاس العرب، ونحن نعرفوا وقتها ليكيب ناسيونال اون بلان بريباراسيون معناها الكان. هل تعتقد انك توفق بين هذا وهذا؟ ما هوش حاجه سهله، لكن باش يكون ثما اطار فني موسع شويه، وباش يكون تحت اشرافنا معناتها غادي في الدوحه سور بلاس. ثما الترانات ثما ظروف اللي تنجم تخدم معناتها وتنجم ان شاء الله توفق بين الزوز. بالنسبه للقائمه انا كي جيت معناتها ممكن استدعيت العديد من اللاعبين معناتها اللي ينتميوا للبطوله الوطنيه، وحاولنا باش نشوفوا الباب ما تسكرش للناس المتالقه، والناس كي تجي ليكيب ناسيونال تحس اللي كونه تعطي اضافه. اذا كان نحبوا نتعداو الامبالي سيبيريور معناتها مع المنتخب، يلزم ثم العديد من المراكز يلزم يقع تدعيمها. شفت اللي كونه في الفتره الاخيره معناتها خصوصا المباراه نتاع المغرب مازلنا بعاد. اذا كان نحبوا نطمحوا على مستوى افريقيا وعلى مستوى كاس العالم، نكونوا في مستوى ارقى وفي مستوى افضل. تعليقك سي شكري؟ اكبر دليل كان منتظر انه صحيح، ومش كان هو باش يقول بصراحه. نجم نقولوا مباراه ضد المغرب هي اللي كشفت بعض العيوب اذا كان نحبوا نمشيو للبالي سوبيريور كما قال هو. والله مش نستناو كان مباراه المغرب ولا تلعب مع الجزائر ومع السنغال مع اي فريق. انا رحنا نعرفوا كفنيين ونعرفوا كفيدراسيون وكجمهور. انا شوف تمشي معنا ما تلقاش لي كاليتي. ما نلومش على بعض اونتر برونتيز فيسا نلوم على بعض الجورات مهم سيريو، الناس ما تخدمش في البطوله نحكي في البطوله الوطنيه، معنا بصفه عامه الملاعبيه التوانسه الا ما عادش تحب تتعب، انسان قاطين، انسان مدرشين مدلين. لا يلزمك تخدم باش توصل وتشوف. انت نتفرجوا في البطوله الاوروبيه ولا البطولات الاوروبيه بصفه عامه، تشوف لي جران جوور ناس ما وصلش من السهل، ناس تعبه، ناس تخدم، ناس ليجين دو في، الكاليتي دو لونترمون، لي زونترنور اللي رانيو في سوا اسبوار والجونيور، لي فورماتور. انا هذا كل داخل باش تنجم تكون جوور كاليفي باش ينجم ما فماش قلت لك ناخب وطني ما يبقى جوور كيما احنا توا ربما نسكل على الخليل العياري. شفت معناها وشوف حتى القيمه اللي عطاتها بي اس جي للخليل العياري، معناها شيء حشم على جوار احنا في تونس حاطينه بريسك توب وهذا الموهبه الصاعده. انا نشوف احنا كومباريزون قارنوا بجوارات اخرين مغاربه ولا الزرين البرا شنو الكاليتي نتاعهم، برغم انه عنده الكاليتي ما كان كونديسيون ما عندوش. ربما سامي طرابلسي وزياد الجزيري قعدوا معناها مع بعضهم وعرفوا شكون يستدعوا اكثر، خاطر في وجوههم تعرف انت بعد ما توصل للبارتي ديريكتومون تمشي لونترنور ولا مدير فني او جبت ولا ملاعبيه جدد ما شفت انت قبل معناها المدير الرياضي
في الجامعه الوطنيه، قال جبت تجي 50 جوار. محمد سليم بن عثمان. محمد سليم بن عثمان 50 جوار اللي جبتهم، قل لي شكون اللي فيهم توا من الجون، معناها من الجون توا قد ما شد 50 جوار، شكون الجوار اللي في البطولات الاوروبيه 3-4 جوارات من 50 كانوا ينجموا يكونوا موجودين. سؤال مطروح. انت ما دام حكيت على استقطاب الملاعبيه، ونعرفوا لهنا خدمه كبيره زاد على استقطاب الملاعبيه، ونسمعوا شنو قال في الموضوع هذا سامي الطرابلسي خلال الندوه الصحفيه. تنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم والمدير الرياضي سي زياد الجزيري، كذلك الإدارة الفنية، استراتيجية اللي توخيناها على مستوى الانتدابات تاع اللاعبين، على مستوى استقطاب اللاعبين، كذلك على مستوى المنتخب هذايا، المنتخب ابريم ولا المنتخب الثاني المنتخب التونسي. نستهدفوا في استقطاب اللاعبين اللي ينشطوا لبرا من تونس معناتها الى لاعبين نحاولوا نستقطبوهم معناتها في سن متقدمه، نجيبوهم معناتها في سن 17 ولا 18 سنه، بالتنسيق زاد كذلك مع اللجنه نتاع الاستكشاف. حاولنا نشوفوا بعض اللاعبين معناتها اللي ينشطوا لبرا ونحاولوا نجيبوهم. الاكيد اللي كانوا ماهوش بالامكان باش نجيبوهم للفريق الاول نظرا للالتزامات ونظرا للمواعيد اللي هي معناتها براتيكمون كلها مواعيد مهمه، خصوصا الفتره هذه تصفيه كاس العالم. دونك قمنا بتكوين منتخب اللي باش يكون تحت اشرافي انا، واللي باش يتحمل المسؤوليه نتاعو الكل انا، باش يقوده هو عبد الحي بن سلطان وبلبولي في الفتره هذه. المنتخب هذايا باش نحاولنا معناتها باش نستقطبوا فيه اللاعبين اللي نجموا يكونوا البعض منهم يكونوا متواجدين معنا على مستوى كأس العربية اللي باش نتحولوا معناتها إن شاء الله لقطر من 1 إلى 18 ديسمبر، باش يكون الإطار الفني نتاع الفريق الأول هو المشرف على الكأس العربية هذايا. سي شكري يقول لك الاطار الفني للمنتخب بقياده سامي الطرابلسي باش يكون هو المشرف الاول، رغم انه عبد الحي بن سلطان والبلبولي باش يشرفوا تقريبا على زوج مقابلات الوديه، لكن في كاس العرب سامي الطرابلسي وستاف باش يكون موسع، والمسؤوليه الكل يقول لك نتحملها كمشرف اول على المنتخب. مو سهل كي يقول لك انا باش نتحمل المسؤوليه نتاع ليكيب بي، انا قبل الكوباراب قبل بليتو الكوب دافريك، انا اي نحضروا بها والله بنحضروا بها، وسجمية عندك بعض الجولات نجم يكونوا متالقين، نجموا يمشيوا ليكيب قلت لك فكره اولا انت فاهم يكون موجود بين الدو ستاف، انا ليكيب وليكيب بي نحكيو بالباهي، وبعض الجولات خاطر راهو تحسها انا ليستا الارجي موسعه، قائمه موسعه، جاب الناس كل بار بوست ماذا به يعبي لي بوست كلي موجودين كل معنا في ليكيب لي تري بون رومبلاسون، لازم يكون عندك معناها بنك مزيان وبنك قوي في الكيب ينجم يكون بعض الجهورات في البطوله العربيه، او شفت انت من منا معناها بتلعب بطوله عربيه بتلعب كوب دافريك، لازم يكونوا موجودين. فكره طيبه، استقطاب البعض الملاعبيه راهو حاجه باهيه، خاطر ما نكذبوش على بعضنا، الفورماسيون في الاوروب ما تختلف وتبعد علينا ياسر، وسيرتو الاوروب راهي هوني معنا في معنا التوانسه وين موجودين، البرتغال، فرنسا، المانيا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، الناس كل ساعتين تلقى روحك في اي حد من الجامعه والاداره الفنيه في الجامعه من مقابله لمقابله كي يبداو انتريسي بجوار لازم يتبعوه معناها سويفي سكاوتينغ قريب، وفما فنيين وفما اكثر من راي واكثر من زوز وثلاثه اراء، نحكي لي 4-5 من الناس كاليفيي ويعطيوا اراء نتاعهم وبار ما بالديتاي واللي جان دو في راهو معناها بعض الجوهرات احنا بعض التوانسه ما نذكرش الاسامي كانوا في الاوروب وجاوا لتونس وما تاقلموش كما يفو، برام عندهم تالونتيو راهو كان سي با فاسيل، راهو التاقلم مو سهل. انا كنت في الاوروب وكنت في كونديسيون خوينه وتيران تاع اونترينمون ترطون عندهم كيف والغازو عندنا كيف معناها السكنه وكل شيء موجود، لازمك تجيب حد الا هو راغب بريمو، ثانيا تعطيه قدره الا يلزم يكون راك ما تجيبش تجيب بامال دو فوان نجيبوا جورات خليهم على البنك حتى ماتش ما يكونيس نخليهم على البنك ويرجعوا كيفاش يرجع لك مره كي يبداو صغار زاد في العمر يصير الادماج نتاعهم. واهم كلمه قالها البارح اسماعيل الغربي في اول تقديم ليه، رغم انه لعب مع منتخب الفرنسي في الشبان، مثل اسبانيا كيف قال تونس هي اختيار القلب. ان شاء الله ربي يوفقه ويعاون المنتخب الوطني التونسي بما انه موهبه منذ الصغر، ان شاء الله يقدم الاضافه المرجوه مع ليكيب ناسيونال.
ناسيونال. نمشيو موسيقى بعد شويه مواصلين مع المنتخب الوطني وبقيه المواضيع. ضد ليبيريا 4 سبتمبر، ضد غينيا الاستوائيه في مالابو نهار 8 سبتمبر. هذا في تصفيه المونديال بالنسبه للمنتخب الاول. وزوز مقابلات وديه بالنسبه للمنتخب الثاني ضد مصر يومي 6 و9 سبتمبر. حكينا على الدمج تقريبا نتاع المنتخب الاول والمنتخب الثاني، كيفاش باش تصير العمليه قبل كاس العرب وقبل الكوب دافريك. او نسمعوا سامي الطرابلسي شنو قال على العمليه، كيفيه الاشراف وكيفاش حظوظنا باش تكون بالنسبه للمنتخب الوطني قبل كاس العرب وايضا قبل الكان. بعض اللاعبين اللي نجموا يكونوا اللي ينشطوا في البطولات العربيه ولا كما قلت في بعض البطولات اللي نتاع اوروبا الشرقيه ينجموا يكونوا موجودين في المنتخبين. دونك احنا معناتها ثم مجموعه باش يقع استدعائها للبطوله العربيه والكاس الافريقيه باش يكونوا موجودين، باش نزيدوا عليهم المجموعه اللي باش تبقى باش نختاروا منهم باش نكملوا بهم المجموعه اللي باش تمشي 23 لاعب اللي باش يمشيوا الامم الافريقيه. دونك ماهمش باش يكونوا 50 لاعب، ينجموا يكونوا 23 و11 23 و12 23 و13. بالنسبه لي معناتها باش نحاولوا في الفتره الجايه نحاولوا كل مرمى ننجوا لاعب اللي عمره 17 ولا 18 سنه، وان شاء الله كان حتى على مستوى الانديه نتاعهم سمحونا باش يكونوا موجودين معنا في كاس العربيه اللي عمرهم معناتها اقل من 20 سنه، لما لا يقع استقطابهم ولما لا يمشيوا يشاركوا حتى على مستوى افريقيا. وقعت العديد من التحركات خصوصا المدير الرياضي لاستقطاب بعض اللاعبين اللي على غرار مثلا لؤي بن فرحات كنا معاملين اللاعب هذا نجيبوه ويكون موجود معنا في الفريق الاول، ولما لا معناتها ينجم يكون حل من الحلول. اسماعيل الغربي زاد كيف معناتها اللاعب هذا الامكانيات الفنيه نتاعو والاضافه على المستوى الهجومي مع اللاعبين اللي موجودين تنجم تكون تعطينا معناتها نوعيه باهيه في الثلث الاخير. وديجا ثم لاعب معناتها بعث للفيدراسيون اللي كونه معناتها ماذا بيه يقعد في جمعيته وماذا بيه يلعب مع جمعيته. احنا ملاعبي تونسي وانتمى للفئه السنيه في المنتخب التونسي، دونك قمنا باستدعاء اللاعب هذايا ومن بعد الجامعه قامت بمراسله الاتحاد الدولي في الموضوع هذايا على خاطر فما 3 لاعبين او اكثر اللي 8 من استقطابهم البلدان العربيه. دونك احنا باش نحاولوا باش اللاعبين هذوما توانسه وتكونوا عنا وتكونوا في المنتخبات نتاعنا باش يكونوا موجودين معنا. شكرا. خلينا نبداو تقريبا الكلمتين الاخرانيين اللي حكى عليهم سامي الطرابلسي. فما ملاعبي اللي هو رفض حتى رغم محاولة زملاء تقريبا صحفيين الكل انه يعرفوا الملاعبي هذا اللي رفض القدوم الى المنتخب الوطني التونسي رغم انه لعب في الفئات السنية الكل. والله ان شاء الله يكون رفض مؤقت متناهي. يطلب انه يقعد في جمعيته. لا في جمعيته مش من بث الكيب، قال لك نقعد في جمعيتي. ربما هو في جمعيته مازال ماهوش مستقر، مازال يلوج على حتى مش مستقر. هل عادي انه واحد يرفض دعوه من بلاده؟ لا مش نقولوا احنا لازم نفهموا خاطر رفض بدون ما قالوش على لا ما دام وصلنا راسلنا الفيفا معناها فما اشكال. لا اي اشكال، ما هو قال لك نحب نقعد في الفريق نتاعو مش باش يمثل فريق اخر. ربما فما فرق باش يمثل دوله اخرى بين باش يقعد فريق نتاعو مش يمثل دوله اخرى. ينجم يقول الناس كان وقت اللي ياخذ لربما هو جاء وكور في الفئات السنيه ولربما ما جاء، لربما العائله نتاعو انا فما ظروف معينه. لكم الرفض نبدا ضد تونسي ودوبل ناسيوناليتي ورفض كومبليتمون تونس هذاك حر. ربما ما عادش ما نغزلوش مره اخرى خاطر كان نقولوا تونس اكبر منه. فوالا انا ما نوصلوش كومبليتمون. ما كان باغ اكزومبل مومون ثاني خاطر بعض الجوات تقول لك بربي ما زلت في ليكيب نتاعي وديبيوت شامبيونا ونلوش معناها باش نكون توتيلير. ربما شارك 2-3 مقابلات وربما كان باش يمشي بطوله عربيه يخسر المكان نتاعو. كان جات الصيغه هذه ما نتصورش باش يجبد عليها المدرب سامي طرابلسي. ما كان صيغه رفض تام بيرسونيلمون كي يكون مدري شكون بعد تالي ما عادش نستدعيه خاطر يكون عبره. خاطر تونس ولاده وتونس فيها لي كاليتي. علاش نقول لك يحز في نفسي ماذا بيا ولاد معناها في البطوله الوطنيه ناس تخدم باش تلقى عندنا لي كاليتي. انا كي نشوف شهاب جبال مثلا كان يخدم معناها مليح ويعطي ما عنده موجود كاليتي موجوده معناها موجودين. هذا اكزومبل قلت لك. راقي العواني يعطي لو بلوس الكاليتي موجوده.
انا مش ما عندناش كان نحب الجو كريستو راهو سؤال محير يعني كريستو حمدي العبيدي قبل موجودين معناها مازال يحب يعطي يلزم يخدم الماكسيموم لازم يكون سيرتو جاتك كالفتره فراغ مشيت الاهلي ما كورش مشيت السي اس اس ما عطيش 100% تو في الاطوال وتيتولار لازم تعطي البلوس خاطر كريستو راهو متخلق ومتربي وعنده الكاريتي لازم يعرف كيفاش سواء في الستاف ولا هو باش خاطر مش صغير مع 16 17 عام انا 22 عام سي ديجا ما لازم تكون في التوب انا سيرتو عندك الكاليتي اني قلت لك ديما نقول بيرسونيلمون فيات لازم يكون على اليسار انا خاطر احنا توندونس في تونس غوشي يحطوا على اليمين دروتي يحطوا على اليسار على اليسار يعطي حتى ما يسجلش لي كاليتي سونتر اللي عنده الكلير فيرونس موجوده يعطي البلوس 100% ديما راي الخاص. باهي سامي طرابلسي حكى على الليسته وكيفيه الليسته قال لك النجم يكون مثلا قبل الكوب داراب 23 لاعبي اللي باش يتم استدعائهم ينجم يكونوا معهم 12 ل 11 اللي يكونوا في الموجودين في الليكيب الثانيه دونك نجم تكون ميلانج والناس الكل عندها فرصه اللي باش يتالق ويبرز ينجم يكون موجود في المنتخب سواء في كاس العرب والا في كاس افريقيا. شفت اهميه الليكيب معناها الكونكورونس باش ليكيب مش في كيبات هنا 23 جوار ساي وراك جولات صغار وراك دي تالون طالعين سورتو لو دو ماتش هذوما ربما باش يشرفوا عليهم ويشوفوهم وفي زوناج وفما ديما تقارير تقع بين ستاف ليكيب ا وليكيب بي موجودين فما جولات نجم فاسيلمون نجم يقول لك اني نستدعي 10 11 جوار ممكن نهز منهم 4 5 يعاونوا فما دي بوست كلي فما دي بوست معينين دوبلور ماهمش 100% انا حاجه باهره ديما كونكورونس باهيه باش توصل ما فماش كيب برك فما ليكيب ا كيما ليكيبات عندك السينيور عندك كيب بي لازمها لونتي شامبر نتاع ليكيب ا لازمها ديما عندك 5 6 جوار يكونوا بريسك 90 95% من النيفو نتاع ليكيب ا. باهي اسماعيل الغربي بما انه حكى عليه سامي طرابلسي قال عنده امكانيات كبيره نجم زاد يحل البيبان لبعض الشبان لاختيار تونس بيتحل شفت الكاليتي لازمنا نتبعوهم توا حتى من 12 و 13 سنه دونك شفت انت تو 5 سنين التالي وما جاش هو مش رفض من غير قاعد ياخر تقريبا حسب رايي كان ما نكونش غلط مش بنجيش مع الياس انا الغربي ما رفضش مركز اسماعيل بليتو انا قاعد ياخر لربما ما لقاش روحه كومبليتمون ولا فهمت موجودين هو كي يقول لك في القلب انا هاي كلمه تمس مليح يقول لك تونس في القلب سي با فاسيل انا جاي هذاك نعرف كيفاش ناخذوه ونعرف كيفاش نحطوه في اطاره ونعرف كيفاش يتاقلم في المجموعه وزيد مع الرغبه نتاعو هو مع الاجواء الطيبه اللي لحد الان توا تشوف معناها من المدير الرياضي للستاف للفيدراسيون تحس الناس متفاهمه ما فماش ما تشوفش مشاكل ما تشوفش شكون في الكواليس قال وقال هذيك حاجه باهيه هذه مؤشرات باش يكون مستقبل الفريق القومي التونسي ان شاء الله بشويه بشويه نكونوا فريق اللي يرجع السمعه نتاع كره القدم التونسيه. فما ساعات مظاهر نتاعهم في البطوله فما ملاعبيه ساعات ياجلوا الوضع وغيره من الحاجات اللي يعملوها ربما ما تليقش ترى انها تنجم الكومبورتمون هذا يتبعوه كجامعه ولا كمدرب منتخب ينجم تصير على اساسه الدعوه والا لا؟ رايك الخاص الملاعبي ماهوش ما نقولش كلمه اخرى ماهوش ديسيبليني باش نقولش كلمه اخرى يلزموا يكون بعيد على المنتخب وي ياكل كف يترجع منتخب راهو منتخب كي تفكر 78 و2004 و96 الناس مشات في شعطات راهو مش سهل منتخب واضح. خلينا نسمعوا راي سامي الطرابلسي في الموضوع هذا ديما في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي. من اول مره نبهت على اللاعبين وكان ثم بين ظفرين القضيه نتاع ايمن دحمان كان عندي اجتماع معاه في السابق على مستوى المنتخب على مستوى الاداره الفنيه نتاع المنتخب احنا نرفض كل ما هو عنف وكل ما هو معناتها ممارسات نتاع اللاعبين تجاه الحكام وهذا غير مسموح به. اللاعب اللي ينتمي من المنتخب ينجم يكون مثال يحتذى به على كل المستويات. وراه اذا كان نحبوا نحسنوا الكره خلينا نبداو من المربع. راهو ماهوش بالكونتستاسيون تاع الملاعبيه ماهوش على توش نقيم القيامه مش باش نخبي انا الخلل ولا الضعف ولا عدم الجاهزيه نتاعي نمشي للاربيتر ولا نمشي معناتها الممارسات لا رياضيه ما تزيد حتى شيء تزيد تشنج الناس في المدرجات وتزيد تعمل مشاكل وماهيش قاعده تحسن معناتها في كره القدم. بالنسبه لي ثم حاجه معناتها اللي مهمه جدا كيما اللاعب عنده حقوق راهو الواجبات الناس اللي قايمه كيما احنا في المنتخب
واجبات اللاعب معناتها ماهيش مزيه. معناتها احنا مطالبين باش نحاسبوا الملاعبيه بدرجه كبيره، حتى على الكومبورتمون، حتى على الديراباج، حتى على ابسط الاشياء. سامي طرابلسي تركيز كبير على الانضباط في شكري. ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله 3 مرات. ما عنديش شك، تعرفوا تاريخ سامي طرابلسي وديسيبليني كان في جامي سمعت عليه سواء في السي اس اس ولا كيب ناسيونال معناها ديراباج ولا كلمه اخرى. ان شاء الله يتبقوا 1000%، خاطر بالفاسون هذيا يتكون فريق، وكي يبدا واحد جاي للفريق القومي يعرف على الجاي باللي باش يكون الطالون نتاعو. رحنا ما عندناش جوارات تقلب بارتي، ما فماش في تونس جوار باش يقلب بارتي، ما ونعطيوش قيمه كبيره للملاعب يبارك على مجموعه، خاطر قوه المجموعه في الوحده نتاعها، الوحده نتاعهم. لكن الجوار هذا باش يربحني وقبل شوف من غير ما نذكر اسامي، معناها في قبل كوب دافريك تلقاه لافيش نتاع التصويره نتاعو وفلان وهذا لافيش مع دروغبا منا والتونسي هذا منا، ويجي في الشيونس معناها انترناسيونال سواء كوب دافريك ولا كوب دو موند وما يعمل حتى شيء. تقصد شخص معين؟ لا في بعض، لا اون جينيرال فما بعض الصور وصارت لكن ما عطاو حتى شيء. احنا في تونس يلزمك مجموعه كامله، وقلت كل حد ياخذ حقه، والمدرب يعطي كل حد حقه. راهو الملاعبيه حتى كي يقعد اور ليست يكون مقتنع، يعرف اللي راهو ثم شكون يستحق البلاصه خير منه، مش معناه مش ملاعبي في الوقت هذاك في المومون هذيك في الماتش المعين صاحبه حاضر في اللونترينمون في الكومبيتيسيون يبدا حاضر معاه حاضر خير منه ويكون. لكن الديسيبلين راهي لا توصل، ما فماش ديسيبلين ما توصلش. باهي انا سبيت لك زوز قائمات، سواء قائمه المنتخب الاول والا قائمه المنتخب الثاني. هل ترى انه منتخبنا الوطني في حاجه الى تجنيس على الاقل ملاعبي باش نجموا نمشيو البعيد والبالي اخر والا لا؟ ما عندناش حتى الجوار باش ما عندناش. باهي نفس السؤال. خاطر التجنيس جنسنا كليتر وجنسنا سانتوس ارير جوش اكسونتري جوش، شوف تبارك الله كيفاش نعطيو، وعندنا سانتوس افون سونتر. احنا مش نيمبورت كي واللي ساهموا في الكوب دافريك وبعد مش مقابله الاثنين. باهي وهذوما معناها راي فيسبوك. حاجه اخرى خويا انيس، فيدراسيون اداره فنيه ستاف جورات يتابعوا فيسبوك ما ينجحش. حتى حد ما تبع، اعطي الواقع نتاعك وامشي مع الواقع واعطي حق كل حد حقه وتوصل. هل المنتخب في حاجه الى تجنيس بعض الملاعبيه؟ وايضا خليل العياري بعد ما تست في البي اس جي، هذا راي مدرب المنتخب الوطني سامي طرابلسي. بالنسبه للتجنيس، اذا كان لاعب جاء لتونس وقضى بعض المواسم وتالق وكان معناتها لاعب مميز وشفنا اللي كونه المركز هذاك عندنا خلل فيه، لما لا؟ انا توا نتذكر معناتها اللي كونه من الناس اللي ساهمت في كوب دافريك 2004 بالنسبه لي سانتوس كليتون، لاعبين اثنين معناتها، وخصوصا سانتوس قدم اضافه واعطاهم بليس كبير وحل لنا العديد من المشاكل. كان من هو وزياد كانوا معناتها من الاسباب الكبيره في حصولنا على كاس افريقيا 2004. انا مانيش متذكر على الموضوع هذا، لكن توا ما نشوفش اللي كونه ثم ملاعبي يستحق باش يتجنس. هذا قرار سيادي مش بيدينا احنا. خليل العياري ما نجموش نحكيو مع جمعيته، ما نجموش نفرضوا عليه، ولا كيت جمعيته وهو الملاعبي معناتها هو ادرى بالقرار نتاع حياته. انا ماذا بيا الملاعبي يخرج، خاطر خليل 20 سنه كبير بالنسبه لي في الكوره. ماذا بيا الملاعبيه اللي تبرز ولا الملاعبيه اللي عندهم دي كاليتي ماذا بيا يخرجوا صغار اكثر من هكا، مكن لهم باش يزيدوا يتطوروا، باش يزيدوا يتحسنوا ان شاء الله. زاد حاجه اللي بون سيتي اوكازيون باش نحكي معاه، ان شاء الله اللي قاعد يتقال عليه ما ياثرش عليه. صناج واحد كل شيء بارش عليه، لاعبي عنده برشا كاليتي، عنده موهبه، ينجم يكون من الملاعبيه اللي تنجم تعمل الفارق معناتها في تونس وفي المنتخب الاول. ان شاء الله معناتها يلقارد بي سيور تير ويركز ويزيد يخدم ويفهم اللي كونه زاد مشى شاف معناتها هو لعب في مستوى اخر، شاف اكيد وحس اللي كونه لازم يزيد يخدم ويزيد يخدم بالكدا. هذا بطبيعة سامي الطرابلسي. الموضوع التجنيس متفقين فيه تقريبا في نفس التوجه التوانسه كل. معلش أكد شفت قال لك بعض المواسم جي دي بيان
شفت مش معناها في مقابلات ولا موسم ولا شطر موسم ولا في مقابله ومع شكون ضد شكون سجل بعض المواسم. ولي نذكروا في وقت ما تم طرح اسم رودريغو رودريغيز اللي حتى في الترجي ما كملش نقول لك هذيك نقولوا معناها احنا مصلحه كره القدم التونسيه. انا وذاك شو اسمه يصير خاطر يلزمنا نخدموا على الطاقه وعلى الموجوده معناها لي جون في تونس راهم تخدمهم ديسي 5 6 10 راه تولي كرة قدم التونسية. تو احنا قاعدين نشوف في الجزائر نشوف في المغرب شفتونا المغرب فينال في الشان. الشان قاعدة تلعب معناها راهم قاعدين يخدموا سواء برا ولا داخل الانفراستركتور زاد احنا انا بصراحة السلطات في اعلى هرم السلطة بصراحة لازم تلقى لي جون لي كاتيجوري الكل يترينيو في شطر ستاد. ودي جمعية في الناسيونال عندها ستاد برك تارتون قديم عنده 10 سنين ومن اللي كل حتى الاسبوار معناها والناس ترانا في وقت برك معناها وبعدين نطلب واش تطلب علاش تقول فما ياسر حوايج فوليوم دونتونمون لور دونتونمون لي كاليتي لي فورماتور. خليل العياري زاد كيف خليل العياري يقول لك ان شاء الله الكلام اللي يتقال عليه ما ياثرش على لا يلزم تطر معناها انترناسيونال في الكيب بي يلزم 20 سنه يقول لك كبير والله كبير احنا شفت احنا 15 16 عام 17 عام 18 عام البريمير ليج يلعبوا ما اني ماذا بي يخرج لكن مش في بي اس جي خاطر كان بي اس جي لحد الان ما نجمش ماذا بي يخرج لاوروب اولا ملعب تونسي يستفاد. الاوروب وين مثلا؟ الاوروب ينجم معناها كان فما وكلاء اعمال ينجموا بور دي بون دي برو مش ناس تلوج على الفلوس ناس بسامه يلوج تالون كي من هكا ويحكي معاه ويعرف يحكي كي يخرج خير ما يزيد عام اخر عندي يعني في تونس. واضح. هذا بخصوص المنتخب الوطني التونسي. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله في كاس العرب يكون لوبجيكتيف كما حكى سامي الطرابلسي لما لا بما انه اخر نسخه وصلنا فينال ان شاء الله نتمكنوا من التتويج باللقب بالليسته نتاع المنتخب الاول والمنتخب الثاني خرجوا ليسته ان شاء الله تهزنا لبعيد في كاس العرب وان شاء الله زاد في الكوب دافريك اللي باش تصير في المغرب ان شاء الله نمشيو نلعبوا الادوار المتقدمه. وتحسوا من كلامه سيرتو الغربي وبعض الجولات يلوج على الناحيه الهجوميه. انا تعرف احنا عندنا سنين نلعبوا في الدفاع فوالا في الديفونس معناها يحاول خاطر باش تعمل ريزلتا مش ما يلزمك دي زاتاك لازم ميلو تيران قوي. هاك علاش التوليفه بين دو زيكيب ان شاء الله نلقاو ميلو تيران بور دو بون قوي باللي زاتاكون وقتها نجموا في المومون فور نتاعنا نسجلوا ولا نحاولوا باش ناخذوا اللعب ونكونوا احنا بوزيشن فورس. واضح. ان شاء الله بتوفيق المنتخبنا الوطني التونسي. مع كل الشكر لمراسلنا كيف رضا الخليفي اللي امن لنا كل هذه التصريحات. بعد الموسيقى باش نحكيوا على الاوروب وايضا فينال الشان اللي قاعد يتلعب في اللحظات هذه.